في الحلقة دي هقولك ازاي تكتشف ان الشخص اللي قدامك هو شخصية سامة، شخصية بتخليك دايما تشك في نفسك، شخصية بتستنزف طاقتك بشكل كبير جدا ودايما بتأذيك نفسيا بشكل كبير جدا. حاول تسمع الفيديو ده للنهاية عشان مفيد جدا ليك. هقولك على بعض العلامات اللي تساعدك تكتشف ان الشخص اللي موجود في حياتك هو شخصية سامة، وبعد كده في الجزء التاني من الحلقة هقولك ازاي تتصرف مع العلامات دي علشان تساعد انك تنقذ نفسك من الشخصية السامة وتساعد الشخص ده في انه ياخد قرار انه يبقى كويس معاك ويحاول يتعامل معاك بشكل نفسي صحي. في البداية لو اول مرة تشوفني فما تنساش انك تعمل لايك واشتراك وتفعل زر التنبيهات، واهم حاجة لايك علشان ده بيساعد في انتشار الحلقة لأكبر عدد من الناس. يلا بينا. أول علامة هتخليك تتأكد نفسيا إنك بتتعامل مع شخصية سامة وشخصية بتأذيك نفسيا في حياتك بشكل كبير جدا، إنك هتلاقي الشخص اللي موجود في حياتك دايما بيعمل الغلط ودايما بيعمل حاجات كتير تأذيك نفسيا، وأول ما تزعل أو تعاتب يخليك أنت اللي تعتذر ويخليك أنت اللي تجري وراه ويخليك أنت اللي تبادر طول الوقت في إنك تقول أنا آسف، حقك عليا، طب رد عليا، طب شيل البلوك، طب كلمني، ما أقدرش أعيش من غيرك، اعمل اللي أنت عايزه بس خليك في حياتي. أي مشكلة بتحصل في العلاقة بيخليك أنت اللي تعتذر، أي مشكلة بتحصل في العلاقة بيخليك أنت تشك في نفسك وتشك في قراراتك، وهل العتاب اللي أنت بتقدمه في العلاقة ده من حقك ولا مش من حقك. حاجات كتير جدا هتحس إنها بتحصل بينك وبين الشخص ده بتستنزف من طاقتك بشكل كبير وبتأذيك نفسيا طول الوقت. الحاجة التانية ودي هتخليك تتأكد بشكل كبير جدا إن الشخص اللي موجود في حياتك أو اللي أنت بتتعامل معاه هو شخصية سامة بشكل كبير، إن الشخص ده أول ما يكون محتاج منك اهتمام، محتاج منك مصلحة معينة، بتلاقي الشخص ده بيهتم بيك قوي. محتاج منك دعم مادي، بتلاقي الشخص ده بيهتم بيك جدا. محتاج منك خدمة معينة، تلاقيه قريب منك جدا وبيهتم جدا وبيتصل وبيبعت رسائل وقريب منك جدا، وحاجات كتيرة قوي هو بيستخدمها معاك بشكل إيجابي مجرد ما يكون محتاج منك مصلحة أو محتاج منك حاجة تعملها أو محتاج شوية اهتمام وشوية حب أو شوية عاطفة، فيجي ياخد منك ده وبعد كده تلاقي الشخص ده بيختفي من حياتك تماما. تالت حاجة تخليك تعرف انك بتتعامل مع شخصية مؤذية وشخصية سامة بشكل كبير جدا وبتدمر نفسيتك وبتخليك مش قادر انك تكمل حياتك بشكل ايجابي، هو انك تلاقي الشخص اللي انت بتتعامل معاه ده دايما بيقارنك بالناس اللي حواليه. دايما تلاقي الشخص ده بيتكلم معاك، شوف جوزها بيعمل لها ايه، شوفي هي بتقدم ايه لجوزها. دايما تلاقي الشخص ده بيقارنك بناس كتير جدا. لما تكونوا قاعدين جروب مثلا في مكان معين او تكون مثلا قاعدين مع اهليكوا او قاعدين في اي مكان، تلاقي الشخص ده دايما بيتعمد ان يقلل منك قدام الناس دي، او بيتعمد يبين للناس دي انك مش مهتمة بالبيت، انك مش نظيفة، انك مش حد كويس جدا، او دايما يسألك اسئلة مثلا تقلل من قيمتك طول الوقت عشان تبين انك مثلا مش حد بنفس المستوى بتاعه. ويا سلام بقى لو انت بتنجح في حاجة معينة وحاجة انت تعبان عليها بشكل كبير جدا، تلاقي معظم الناس اللي حواليك دايما بيباركولك ودايما واقفين جنبك ودايما بيدعموك لما بتيجي تنجح في حاجة زي دي، بس الشخص ده الوحيد هو اللي بيقلل من نجاحك. ودايما تلاقي الشخص ده بيقولك جملة مشهورة جدا، هو اللي انت عملته ده ناس كتير عملته، انت عملت جديد ايه يعني؟ حاول تغير من الحاجة اللي انت بتعملها دي واعمل حاجة تانية احسن، شوف لك حاجة تنفعك احسن من اللي انت بتعمله ده. يحاول يقلل من كل حاجة انت بتعملها، أو يحاول يبين لك إن الشيء اللي أنت بتسعى ليه أو الحاجة اللي أنت حابب تنجح فيها هي حاجة مش كويسة أو حاجة ملهاش أي قيمة، فبالتالي أنت بتحس بمشاعر كتير جدا مؤذية. وده بيساعدك إنك لما تستمر وتعدي وتسامح، إن حتى لو الشخص ده مؤذي وأنت متأكد إن الشخص ده سام، تلاقي نفسك قابل حاجة زي دي عادي جدا وبتتعامل مع كل إهانة بشكل عادي كأنك اتعودت على الأسلوب ده. ولكن تلاقي الشخص السام اللي موجود في حياتك ده لو حد من أصدقائه أو حد من الناس اللي موجودين حواليه أو أي حد غريب نجح أو حقق حاجة حلوة مثلا في حياته، تلاقيه بيدعمه جدا، تلاقيه دايما واقف جنبه، تلاقيه دايما بيبارك له، تلاقيه دايما بيتكلم عنه بشكل كويس جدا، ما يتسجرش يهينه قدام أي حد ولا يتسجر يقلل من قيمته قدام أي حد. العلامة رقم 4 اللي هتساعدك بشكل كبير جدا تعرف إنك بتتعامل مع شخصية مؤذية وشخصية سامة وشخصية والعياذ بالله تتعب نفسيتك طول حياتك كلها، هي فكرة إنك تلاقي الشخص ده بيعاقبك على حاجات تافهة وحاجات مش تافهة بشكل كبير. الأمور الصغيرة، مثلا رحت مكان من غير ما تقوله، مثلا عملت حاجة تافهة جدا، تلاقي الشخص ده بيتجاهلك وتلاقي الشخص ده ممكن يعمل لك بلوكات، تلاقي الشخص ده بيزعق لك وبيتكلم معاك بطريقة وحشة جدا، بدل ما يناقشك، بدل ما يتكلم معاك باحترام، بدل ما يتناقش معاك بأسلوب هادي، لا
على أتفه الأسباب، كأن الشخص ده واقف لك على الواحدة، تلاقيه دايما بيشم ريحة الغلط اللي انت بتعمله أو الغلطة اللي انت بتعملها، وتلاقيه بيعاقبك عليها، وتلاقيه دايما بيحاول يتعامل معاك على انك حد قليل جدا جدا، والمفروض انك ما تغلطش ابدا، والمفروض انك تضرب له تعظيم سلام في الراحة وتعظيم سلام في الجاية، علشان خاطر ده بيعلي من الايجو بتاعه، وده بيحسسه ان هو متحكم فيك ومسيطر عليك بشكل كبير جدا. زائد ان الاسلوب ده بيساعده كمان ان يخليك تجري وراه، وطول ما انت بتجري وراه وطول ما انت بتلاحقه هو حاسس بالامان، وحاسس ان الايجو بتاعه عالي، وحاسس ان هو مرتاح ومبسوط كده. العلامة رقم 5 واللي هتخليك تتأكد نفسيا انك بتتعامل مع شخصية سامة وشخصية مؤذية بشكل كبير جدا، انك كل ما تيجي تتعامل مع الشخص ده بعد ما بتخلص تعاملاتك معاه، او بعد ما بتقفل المكالمة معاه، او بعد ما تبطل تتكلم معاه شات، او بعد ما تروح من مقابلتك مع الشخص ده، بتحس بإحساس وحش جواك، بتحس بنغزة بتأذيك نفسيا من جواك، بتحس ان قد ايه انت حزين انك كلمته، قد ايه انت حزين انك اتواصلت معاه، قد ايه انت حزين انك قابلت الشخص ده. تحس كده معاملاتك مع الشخص ده او العلاقة بينك وبين هذا الشخص هي عبء عليك بشكل كبير جدا، مش زي اي علاقة تانية. مهما تقابل الشخص ده، مهما تتكلم معاه، مهما تكون موجود معاه، ما تحسش انك شبعان منه، دايما عايز تشوفه، دايما عايز تكلمه، دايما عايز تتقابل معاه، بتحس براحة كبيرة جدا جدا وانت بتتعامل مع هذا الشخص. لكن الشخص السام بتحس دايما العكس، انك كاره نفسك، وكاره انك حكيت له، وكاره انك قابلته، كاره انك اتكلمت معاه، حاسس انك متضايق انك سمعت صوت الشخص ده. دلوقتي هقولك ازاي تقدر تتعامل مع الشخصية السامة وتتحكم فيه وتسيطر عليه كمان. الشخص السام لما بيلاقي الشخص اللي موجود في حياته بيضحي وبيهتم وبيجري وراه وبيطارده وبيقرب منه، انت بتكون فاكر ان ده شيء ايجابي، وان ده هيساعده انه يغير نظرته ليك ويهتم بيك. بس دي احد الاسباب الرئيسية اللي بتساعد الشخص ده في انه يتغير من ناحيتك اكتر، في انه ما يحبش يتكلم معاك، في انه مثلا يحب يسيطر عليك، في انه يضمنك في العلاقة، في انه يستنزف طاقتك بشكل كبير جدا. وفي النهاية انت بتلاقي الشخص ده بيقولك انا ما ضربتكش على ايدك، انا ما قلتلكش تعمل حاجة، انا ما طلبتش منك حاجة، انت اللي عملت كل حاجة. تلاقي الشخص السام ده طول الوقت بيستنزف طاقتك بشكل كبير. فالحل دايما هنا يبقى اول حاجة انك تبطل تطارد الشخص ده لما يتجاهلك، انك تحط حدود مع الشخص ده اول ما تحس ان الشخص ده بيتعامل معاك بشكل مش كويس. يعني مثلا ما تقبلش ان يأذيك، مثلا ما تقبلش ان مثلا يستغلك، مثلا ما تقبلش ان الشخص ده اول ما يختفي يرجع بمزاجه علشان مصلحة معينة وتنفذها له، ما تسمعش كلامه طول الوقت في اي حاجة وخلاص. الحاجات دي الشخص السام بيشوفها حدود. الشخص السام بقى بيحب جدا 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 الشخص اللي يحط له حدود في العلاقة. كل ما حطيت حدود بينك وبين الشخصية السامة، كل ما احترمك أكتر، كل ما اهتم بيك أكتر، كل ما قرب منك أكتر، كل ما ضرب لك تعظيم سلام. سواء مديرك في الشغل، حد من أصدقائك، أي حد في حياتك حسيت إن هو شخصية سامة، اوعى تبين للشخص ده إنك بتضحي. هو ما بيحترمش الشخص اللي بيضحي قد ما هو بيحترم وبيخاف من الشخص اللي بيحط حدود في العلاقة بشكل كبير. الحاجة التانية، الشخص اللي موجود في حياتك لما يجي يطلب منك حاجة معينة وانت حاسس من جواك ان الحاجة دي انت مش حابب تعملها او ما عندكش نفس تعمل الحاجة دي، فما تروحش تقول للشخص ده والله انا مش هقدر اعملها علشان كذا وكذا 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 وكذا. اوعى تعمل ده خالص. فكرة انك تبرر للشخص ده يعني انت بتبين ليه انك بتديله دور اكبر من دوره، بتبين للشخص ده انك بتديله حجم اكبر من حجمه واهمية كبيرة جدا جدا. فبالتالي هتلاقي الشخص ده بيتعامل معاك بقسوة كبيرة جدا، وانه ضمنك في العلاقة بشكل كبير. لكن حاول على قد ما تقدر انك تحط حدود في العلاقة بينك وبين هذا الشخص. ازاي؟ تحاول على قد ما تقدر لما الشخص ده يطلب منك حاجة معينة دايما حاسس انك مش حابب تعملها، او حاسس انك مش هتقدر تعملها، او مالكش نفس تعمل حاجة دي، ابدأ قول للشخص ده انا اسف مش هقدر اعمل الحاجة دي دلوقتي، خلي حد تاني يعملها. انا اسف انا مش هقدر اسمع كلامك في الحاجة دي. او مثلا حسيت انه بيطلب منك حاجات مش كويسة، فتبدأ تقول للشخص ده لا انا مش هعملها، انا مش حابب اعمل الحاجة دي، الحاجة دي ما تناسبش شخصيتي، الحاجة دي ما تناسبش اهتماماتي. بالتالي انت بتكون فاكر انك لو عملت كده هيسيبك ويبعد عنك. اي نعم هو ممكن يتجاهلك شوية، لكن بعد كده لما يلاقيك عايش حياتك ومش سائل فيه ومش بتجري وراه ومش بتعمل أي حاجة من الحاجات دي، هيبدأ يتنازل عن مبادئه، وتلاقيه هو اللي بيرجع يحترم حدودك ويقرب منك، وتلاقيه بيكلمك باحترام وملتزم معاك ومش بيكرر نفس الغلط أو مش بيطلب نفس الحاجة مرة تانية. الحاجة الثالثة،
حاول على قد ما تقدر إنك ما تدخلش في نقاش مع الشخص السام اللي موجود في حياتك. كل ما دخلت في نقاش مع الشخص السام هتخسر النقاش، لأنك لو حاولت إنك تثبت نفسك وإنك أنت الصح، أو أنت مثلا اللي بتهتم، أو أنت مثلا اللي شخصيتك أحسن من شخصيته، لو حاولت تدخل معاه في أي نقاش وحاولت تثبت إنك أنت عندك حق حتى لو ده صح، هو هيشوفه غلط وهيشوف إنك ما بتفهمش حاجة، وبرضه هيخليك تخسر معركة النقاش بينك وبينه. علشان كده لو حسيت إن الشخص اللي موجود في حياتك سام، ولقيت الشخص ده بيحاول إنه يصر على إن يكسب النقاش بينك وبينه، سيبه يكسب النقاش وما تحاولش تكسب انت النقاش ده، وحاول توفر طاقتك في انك تقنع الشخص ده، لانك مهما عملت هو مش هيقتنع، هيفضل ثابت عند رأيه بان هو الصح وانت اللي غلط. الحاجة الرابعة، في ناس كتير جدا لما بيكون موجود في حياتها شخصية سامة وهي عارفة ان الشخص ده سام ومؤذي، فبدل ما تبدأ انها تخلي حياتها مليانة وحياتها تبدأ تبقى مشغولة والكلام ده كله، بتبدأ نفسيا في انها تحاول تهتم بالشخص ده، تطارد الشخص ده، تبدأ تركز على ردود أفعال الشخص ده معاها، فتبدأ تهتم بيه أكتر، فيديها ردود أفعال قليلة، فتهتم أكتر وأكتر، فتحاول تثبت نفسها إنها بتحب الشخص ده جدا، إن الشخص ده حاجة مهمة جدا بالنسبة لها. تحاول تستخدم أساليب كتير مع الشخص ده علشان تقنع الشخص ده إنها بتحبه، لكن دايما ردة فعل الشخص ده عليها تجاهل، يسيطر، يضمن وجودها في العلاقة، يحاول يتحكم فيها أكتر وأكتر. علشان كده لما تلاقي الشخص اللي موجود في حياتك بيستخدم معاك هذا الأسلوب، وقف إنك تركز على ردود أفعاله، وقف إنك طول الوقت تحلل كل حاجة هو بيعملها، وقف إنك طول الوقت تدخل معاه في نقاش، وقف إنك طول الوقت تتكلم معاه بطريقة أنت ليه بتعمل معايا كده؟ أنت ليه بتستخدم معايا الأسلوب ده؟ أنت ليه بتأذيني كده؟ أنت ليه مش حاسس بيا؟ أنت الأسلوب ده مش هيجيب نتيجة خالص. الحاجة الوحيدة اللي تجيب نتيجة وتخليك تفك سيطرة الشخص ده عليك وانت كمان اللي تتحكم في الشخص ده، انك تخلي حياتك مليانة، خلي حياتك ملهاش آخر، خلي عندك صحاب كتير، اخرج زي ما انت عايز، طور من نفسك زي ما انت عايز، خد كورسات زي ما انت عايز، ابني حياتك بشكل كبير جدا، غير الروتين بتاعك من انك مهتم بالشخص ده وبتتعاتب معاه وقريب منه وبتطرده وبتجري وراه، لانك تطارد نفسك في انك تنجح، في انك تتعلم لغة، في انك تقف جنب نفسك، في انك تساعد نفسك، في انك تقرب من ربنا عز وجل، في انك تعمل حاجات كتير جدا جدا ايجابية لنفسك، وتهتم بشكلك وتهتم بريحتك وتهتم بكل شيء. وقتها نفسيا هتوصل لمرحلة كبيرة جدا جدا من النضج في انك تتعامل مع الشخصية السامة. فيبدأ الشخص ده يقول لنفسه ايه؟ هو الشخص ده ماله ما بقاش سائل فيا ليه؟ انا اسلوبي ما بقاش يجيب معاه نتيجة، غيابي ما بقاش يجيب معاه نتيجة، طريقتي ما بقتش تجيب معاه نتيجة، تجاهلي ما بقاش يجيب معاه نتيجة، بلوكاتي ما بتجيبش معاه نتيجة. فتلاقي الشخص ده جاي لك منكسر وبيقول لك شبيك لبيك، اعمل فيا اللي انت عايزه بس ما تبعدش عني، وبيكره جدا فكرة انك ممكن تستبدله بحد تاني. كل ما كنت بتكافئ الشخص السامي اللي موجود في حياتك في انك مثلا لما تلاقيه بيعاملك بطريقة مش كويسة فانت بتعامله بطريقة مش كويسة، او انت بتقوله لو سمحت ما تعاملنيش بالاسلوب ده، وكل ما بيجي يعاملك بطريقة كويسة انت بتعامله بطريقة كويسة انت كمان، انت كده بتكافئ الشخص ده او بتعرف الشخص ده بطريقة غير مباشرة انك كل ما كنت كويس معايا انا هكون كويس معاك، وكل ما كنت بتعاملني وحش انا هعاملك وحش. يعني انت معايا على الحلوة انا معاك على الحلوة، انت معايا على الوحشة انا معاك على الوحشة، هتعاملني باحترام عاملك باحترام، هتعاملني وحش هديك على دماغك. الشخص ده لما يلاقيك بتتعامل بهذا النمط وبهذا الاسلوب وبتكافئه بالطريقة دي، هيبدأ يشوف ان الحل الوحيد في التعامل معاك هو انه يتعامل معاك بشكل كويس، علشان ما يقلش من قيمته قدامك وعلشان ما يبانش ضعيف قدامك. فتلاقي الشخص ده دايما بيقدرك ودايما بيحترمك ودايما قريب منك ودايما هو اللي بيطارد وهو اللي بيجري، وتحس كمان انت اللي بقيت مسيطر على الشخص ده وانت اللي شخصيتك اقوى من شخصية الشخص ده. لو حسيت ان الشخص السامي اللي موجود في حياتك بعد ما بتستخدم معاه اساليب في انك تحط حدود في العلاقة وتستخدم معاه اساليب تصلح من شخصية الشخص ده ويتعامل معاك باحترام، ولقيت الاساليب دي كلها ما بتجيبش معاك نتيجة، اللي هم ال5 علامات او ال5 اساليب اللي قلت لك عليهم ما جابوش مع الشخص ده نتيجة، يبقى في الوقت ده عايزك تسأل نفسك سؤال مهم جدا: هل علاقتي بالشخص السامي اللي موجود في حياتي
العلاقة دي قابلة إنها تتصلح وتبقى أفضل وتبقى أحسن؟ لو كانت الإجابة ولقيت الشخص السام أنت بتستخدم معاه بعض الأساليب اللي صلحت من شخصيته ولقيته بقى كويس معاك ولقيت طريقته معاك بقت أفضل وبقت أحسن، فتمام، العلاقة دي هتتحسن للأفضل وللأحسن مع الاستمرارية. لكن لو لقيت بعض الأساليب اللي احنا قلنا عليها مش جايبة نتيجة مع الشخص ده مش حابب يتغير، حابب يفضل زي ما هو، حابب يفضل مسيطر عليك ويفضل بنفس الأسلوب وبنفس الشخصية، يبقى في الوقت ده لازم تتأكد إن الشخص ده مش ناوي يتصلح. وقتها لازم تاخد قرار في إنك تنسحب من العلاقة دي بشكل تدريجي، وإنك تبدأ تحافظ على صحتك النفسية، وتحاول على قد ما تقدر ما تسعاش إنك تخلي الشخص ده يستنزف طاقتك أكتر من كده. لو كانت الحلقة دي مفيدة ليك وإنت وصلت معايا لنقطة زي دي، فحاول على قد ما تقدر إنك تعمل لايك علشان الحلقة دي توصل لأكبر عدد من الناس. مش بس كده، لو أول مرة تشوفني حاول تعمل اشتراك وتفعل زر التنبيهات علشان برضو تتابع كل حاجة احنا بننزلها الفترات الجاية بإذن الله تعالى. لو في حاجة معينة حابب نتكلم عنها اكتب لي في الكومنتات. أشوفكم الفيديو الجاي.